السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض الكوكيز بالطريقة الأصلية وبمكونات بسيطة، وأقولك كده على كل الأسرار اللي هتطلعوا معاكي مظبوط من أول مرة. وندخل مع بعض على طريقة التحضير. نسمي الله. في بولة معايا نزلت بكوباية من السمنة، وزنها 200 جرام. السمنة استخدمتها بدرجة حرارة المطبخ. هنزل عليها بكوباية من السكر. وزن السكر الموجود معايا هو 200 جرام. هقلب كده السمنة مع السكر كويس جدا. السكر اللي أنا استخدمته هو السكر البودر، لأن لو استخدمنا السكر حبيبات هيغيب معانا شوية أثناء اندماجه مع السمنة. بالسباتولا كده وبدأت إن أنا أخلط السكر مع السمنة لحد ما لون الخليط يفتح معايا. وفي الوقت ده تقدري تعمليه بالسباتولا أو بالمضرب اليدوي أو حتى بالمضرب الكهربائي زي ما تحبي. في الوقت ده كده نزلت كده ب2 حبة من البيض، ونزلت عليهم ب2 باكت من الفانيليا. وده طبعا أول ما خليط السمنة والسكر لونه فتح معايا. في الوقت ده كده هدمج البيض والفانيليا مع السمنة والسكر. وأول ما الخليط كده يندمج معايا ولونه يفتح هبدأ إن أنا أضيف الدقيق. الدقيق اللي أنا استخدمته هو عبارة عن 3 كوبايات من الدقيق، وطبعا وزنهم حوالي 360 جرام. الدقيق بتاعي أنا عبيته، نخلته كويس جدا وبالمعلقة كده، وبدأت إن أنا أعبيه في الكوبايات من غير ما أهز الكوباية أو حتى أضغط عليها بالمعلقة. ومسحت كده الكوباية من على الوش كويس جدا. وده ال3 كوبايات اللي أنا عبيتهم من الدقيق. نزلت كده بأول كوباية وهقلب الخليط بتاعي والدقيق بالسباتولا كده لحد ما الدقيق يختفي. أول ما الدقيق يختفي هبدأ أنزل بالكوباية اللي بعد كده، وطبعا هقلبها كويس لحد ما الدقيق يختفي. ودي تالت كوباية معايا، أنا حطيت نصها بس، والنص التاني هاحطه كده أثناء التقليب. معايا وأنا شغالة طلعت الاسباتولا كده، وبصوابعي كده ببدأ إن أنا أدمج العجينة مع بعضها. وفي الوقت ده نزلت كده بمعلقة صغيرة من كربونات الصوديوم، وده طبعا دي بتاعة الطعمية. ونزلت كمان بشوية من الدقيق. هفضل إن أنا أزود الدقيق تدريجي لحد ما العجينة كده تبقى عجينة لينة بس ما تبقاش ملزقة قوي. يعني هي في الوقت ده لسه ناقصة دقيق. في الوقت ده كده خلطت كده معاها الكربوناتو أو بيكربونات الصوديوم، وحطيت كمان مع الدقيق رشة ملح صغيرة. في الوقت ده كده هبدأ إن أنا أقسم العجينة، لأن طبعا أنا هعمل جزء منها فانيليا وجزء التاني شوكولاتة. هاخد كده جزء من العجينة وأحطه كده معايا في طبق، وطبعا باقي العجينة هبدأ إن أنا أضيف عليها الدقيق لحد ما تنعم كده معايا، وأجي أختبرها تديني كده. أجي أكورها في إيديا ما تشققش معايا، يبقى كده العجينة بقت تمام. وفي الوقت ده كمان العجينة اللي احنا نعملها بالشوكولاتة بننزل كمية الكاكاو من كمية الدقيق اللي معانا. يعني لو حطينا كمية الكاكاو مثلا أنا حطيت هنا 2 معلقة صغيرة، بنزلهم من 3 كوبايات دقيق. في الوقت ده كده بمصفى وببدأ إن أنا أنخل الكاكاو علشان لو في أي تكتلات. أنا حطيت في الأول معلقة صغيرة، وطبعًا مع عجني كده في الكوكيز احتجت برضه معلقة كمان فحطيتها. أنا طبعًا مش باعجن، أنا مجرد ما باداخل المكونات كلها مع بعضها. في الوقت ده أخدت مني عجينة الكوكيز 2 معلقة صغيرة، وده شكلها. يعني نيجي نكورها كده ما بتعملش أي تشققات. ومعايا كمان 50 جرام من الشوكولات شيبس، وده طبعا ما استخدمتهمش كلهم فاض معايا. ودي الصواني اللي انا هحط عليها الكوكيز بعد التشكيل. هبدأ ان انا اديها مسحة خفيفة جدا من الزيت، وده طبعا علشان الكوكيز بتاعي ما يلزقش بعد التسوية ويطلع معايا بكل سهولة. هعمل كده في الصواني كلها اللي انا هحط عليها.
في الوقت ده هاخد كده شوية أو قطعة كده من العجينة، عجينة الفانيليا، وأبدأ إن أنا أكورها كده ما بين إيديا، وهاحطها كده في الشوكولات شيبس، وأحط عليها كده الشوكولاتة. في الوقت ده أنا مش بافردها خالص، أنا مجرد ما باثبِّت الشوكولات شيبس بس فيها، لإنها هتاخد الشكل بتاعها في الفرن أثناء التسوية، يعني مش باضغط عليها خالص. في الوقت ده أخدت كمان قطعة من العجينة، وبدأت كده كوّرتها الأول، وبدأت إن أنا أحط عليها كده الشوكولات شيبس بإيديّا. يعني لو أنتِ حابة إن أنتِ توزّعيه بإيدِك أو تحطيه في الطبق، ما شاء الله جميل جدًا. طب في الوقت ده أنتِ مثلًا لو قُلتِ لي أنا حابة أعمل الكمية كلّها شوكولاتة، هاقول لِك لازم يكون في الصاج بتاعِك واحدة أو 2 فانيليا، لإن الcookies الفانيليا هو ده اللي إحنا بنضبط منه تسوية الcookies الشوكولاتة، لإن cookies الشوكولاتة لو خد تسوية زيادة طعمه كده بياخد طعم مُر، ما بيبقاش حلو خالص. يعني لازم كده يكون في الصاج بتاعِك واحدة أو 2 فانيليا. طب لو قُلتِ لي إن أنا عايزة أعمل الكمية كلّها فانيليا، هاقول لِك تقدري إن أنتِ تحطّي كمية الدقيق كاملة وما تنقصيش منها حاجة، وتعملي الكمية كلّها فانيليا، لإن طبعًا كمية الكاكاو بننزّلها من كمية الدقيق، والكاكاو اللي أنا استخدمته هو الكاكاو المُر، هو الكاكاو الأسباني الخام. في الوقت ده كده عملت معاكم كذا واحدة فانيليا، وكمان كذا واحدة كده كاكاو أو شوكولاتة، وده شكلها. هاخلّص الكمية كلّها بنفس الطريقة وهارجع تاني معاكم، وده شكل الكمية كلّها بعد ما خلّصتها. عملت معايا 4 صواني، ما شاء الله كمية حلوة جدًا. في الوقت ده هادخّلها الفرن، وهادخّلها فرن حامي مسبقًا على درجة حرارة 180، وهاحطها رف أوسط، هتقعد معايا حوالي 10 دقايق، وآخر دقيقتين هابدأ إن أنا أفتح الشواية على الهادي مع تحريك الصاج أو الصينية بتاعتِك علشان ياخد اللون الجميل. وده طبعًا ده شكلها من تحت ما شاء الله تسوية مضبوطة جدًا، القاع مفرّغ، حباية الكوكيز كده أخدت الشكل بتاعها ما شاء الله، وده كمان كوكيز الشوكولاتة ما شاء الله. أنا في الوقت ده باورّيكم إن التسوية كلّها واحدة، ما شاء الله، جميلة جدًا. طَب تيجي كده نفتحها مع بعض؟ ما شاء الله ما فيش أجمل من كده. طريقة مضمونة جدًا وتاخدي منها طعم الكوكيز الأصلي. طب في الوقت ده إحنا أول ما بنخرّج الكوكيز من الفرن بنسيبه يبرد في الصاج، يعني ما ينفعش إن إحنا نقلّبه وهو سخن، وده طبعًا علشان كده باقول لكم إن إحنا نحط واحدة أو 2 فانيليا علشان نعرف منهم التسوية بتاع كوكيز الشوكولاتة. في الوقت ده كده أنا جِبت معايا طبق كبير كده وبابدأ إن أنا أرُص وحدات الكوكيز بتاعتي، وأنا حابة إن أنا أورّيكِ إن 3 كوبايات من الدقيق عملوا لي كمية حلوة جدًا من الكوكيز. الكوكيز ده ينفع جنب كوباية لبن أو حتى فنجان من الشاي، بيبقى جميل جدًا. طب طريقة حفظه إزاي؟ بنحطه في علبة محكمة الغلق وبيفضل معانا لحد ما بيخلص، بيفضل كده زي الفل، ما بيجرالوش أي حاجة خالص. في الوقت ده كده شايفين معايا قد إيه تسويته مضبوطة؟ أتمنى في الوقت ده لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة وتسيبيلي رأيك في التعليقات. وفي نهاية الفيديو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.